السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، فيديو جديد إن شاء الله وروتين جديد مع بعض النهارده إن شاء الله، الروتين بتاعنا مليان حاجات كتير قد كده، والروتين متعب شوية بس هيشجعكم إن شاء الله، يالّا سيبي بقى اللي في إيدِك واتفرجي كده على الروتين بتاعي عشان تتشجعي وتقومي تشوفي هتعملي إيه، نقول كده بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ونبتدي نشوف الفيديو بتاعنا. أول حاجة جِبت كده إيه كان عندي البطة دي كنت شايلاها في الفريزر بس اللي هو يعني مش هاعملها كنت جايباها من يومين بس ما عملتهاش يعني، فقُلنا نعملها بقى النهارده كده مع شوية محشي، والنهارده الجو كان برد شوية فقُلنا نعمل بقى محشي كده ندفّي البيت، ونعمل البطية بتاعتنا ونشوف هنكمّل الروتين بتاعنا إزاي، وهننضّف كام حاجة، وطبعًا النهارده كان السوق عندنا الخميس فبيبقى فيه اللحوم والحاجات دي بتبقى طازة، فإن شاء الله هنعمل كذا حاجة مع بعض، نحط لايك كده للفيديو ونقول بسم الله، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة عشان يوصلِك مني إن شاء الله كل الفيديوهات الجديدة، ونشوف كده هنعمل إيه. دلوقتي أنا جِبت البطاية بتاعتي شِلت طبعًا منها أي ريش زيادة كده، هي كانت يعني مش أنا اللي نضّفتها، هي جاية لي كده، فأنا ابتديت إن أنا إيه، أنضّف بس الريش الزيادة اللي فيها الصغير ده وأشوف لو أي حاجة فيها كده يعني عايزة تتنضّف كويس وتتغسل وكده وتمام. عملنا إيه، جِبت بقى عندي كده أهو البطاية زي ما أنتم شايفين، طبعًا هاقطّعها وبعدين أحطّها بقى في محلول الملح بتاعنا، علشان ما يبقاش فيها أي زفارة، هي مش كبيرة أوي بس برضه هي أكبر من الكاميرا، هي الكاميرا مبعّداها شوية، بس هي مش كبيرة أوي، بس يعني إيه اللي هو تأدّي معانا اللي هو يوم، فاهمين؟ بس ابتديت إن أنا بقى إيه، قطعت كده الحتّة اللي من فوق دي وشِلت الرقبة خالص عشان أعرف أفتحها، وبعدين هانضّفها من جوّه كويس واغسلها أقطّعها، بعد ما أقطّعها هاحطها في ملح وأحطها في ملح ودقيق وشرايح ليمون، تمام، ده المحلول اللي إحنا بنحط فيه أي حاجة من اللحوم، أي بقى فراخ، حمام، بَط، أي حاجة بنحطه في المحلول ده عشان ما يخلّيهاش تبقى زفرة معاكِ، وطبعًا بينضّفها جدًا. هنا بقى خلاص أهو كنت قطّعتها وغسلتها كويس، شطفتها كده شطف أهو على السريع، وهابتدي برضه إن أنا أحطها بقى إيه، في شوية ملح عقبال ما المَيّة عندي إيه، المَيّة اللي أنا هاسلقها فيها تغلي شوية، تمام، زي ما باقول لكم اليوم النهارده كان زحمة جدًا، وكان عندي كذا حاجة هاعملها، وفضلت في المطبخ فترة طويلة، بس الحمد لله ربنا يعيننا ويقوينا، يا ربنا يقوي كل أم على بيتها وعيالها وعلى طلبات بيتها، ويقوينا كلنا يا رب ويبارك لنا في ولادنا ويخلينا ليهم، ولادنا من غيرنا ما يسووش وإحنا من غير ولادنا ما نسواش حاجة. جبت بقى كده الحلة بتاعتي حطيت فيها ورق لورا وبصلاية وطماطماية وحبهان، ونزلت بقى إيه بالبطاية بتاعتي فيها. هنا بقى البطاية بتاعتي كانت خلاص اللي هي دخلت في السِوَى، هي ما خدتش معايا سِوَى كتير، الحمد لله كانت صغيرة وحلوة فاستوت على طول. جِبت بقى عندي الصينية بتاعتي حطيت فيها كده معلقتين من السمنة البلدي وشوية من الزيت، ونزلت عندي بقى بالبصل بتاعي، علشان هنعمل طبعًا إيه، خلطة المحشي. أنا طبعًا مش هاعملها معاكم يعني هتلاقوني في حاجات صوّرت وحاجات لأ، عشان إحنا عملناها مع بعض كتير. حطينا بقى كده زوّدت كمان شوية من الزيت وهاسيبها بقى تتحمّر معايا وأحط لها البابريكا والكمون والفلفل الأسمر، وباحب أحط البابريكا في الوقت ده علشان زي ما قُلت لكم هو باحب البصلة تتّبل معايا بالتوابل تمام، بس كده ابتديت بقى إن أنا إيه هاشوّحهم كده وأنزل عندي بقى بكيس من الصلصة اللي إحنا كنا لسه عاملينها في الفيديوهات اللي فاتت، علشان اليوم ده كنت مستعجلة زي ما باقول لكم وعايزة إيه، عايزة أعمل الأكل بسرعة، فقُلت أطلّع بقى كيس من الصلصة كده هيبقى متسبِّك معايا ومش هياخد وقت عشان أعمل المحشي وابتدي أشوف ورايا إيه تاني، تمام، بس فنزلت بقى بالكيس كده بتاعة الصلصة وحطيت معاها شوية ملح وشوية فلفل والتوابل بتاعتنا وحطيت كمان شوية شطة كده حلوين، وبعدين نزلت بالخضرة بتاعتي ونزلت بالرز بتاعنا، وابتديت برضه زي ما أنتم عارفين إن أنا بعد ما باحط الرز باحط معاه التوابل، باحط برضه شوية توابل كمان، حشينا بقى حلة المحشي بتاعتنا أهي، هي دي كانت كرنباية، هي طلعت معايا الحلة دي ما شاء الله كانت حلوة ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة، كانت وسط كده وحلوة، وكمان الورق بتاعها كان حلو ما شاء الله. جِبت بقى هنا كده هاسوي بقى المحشي بتاعنا بالشوربة بتاعة البط دي شايفين كلّها زي السمنة ما شاء الله. هابتدي بقى إن أنا إيه، أو أسوّي بقى المحشي وبعد ما استوى قُلت بقى نعمل معاه إيه، شوية ملوخية إحنا طبعًا عندي ملوخية ناشفة عملناها قبل كده، بس دي بتاعة السنة دي زي ما قُلت لكم، فتحسّيها إن هي بتبقى لسه خضرا كده وحلوة.
هنشوّح بقى كده إيه معلقة التوم دي وأطشّها بقى كده في الملوخية، ويبقى الغدا بتاعنا خلص، عملنا الملوخية والبط والمحشي. أنا كنت باعمل كل حاجة بسرعة أنتم فاهمينّي علشان إيه، يبقى الغدا خلص وخلصت من الأكل بتاع النهارده عشان أشوف بقى ورايا إيه تاني. جِبت بقى هنا خلاص أهو طشيت بقى كده الملوخية بتاعتنا، شايفين بسم الله ما شاء الله. الملوخية كان طعمها تحفة والمحشي كمان كان خطير أوي، وأنا باحب كمان اللي هو لمّا تاكلي والأكل سخن بيبقى الأكل بصراحة طعمه حلو أوي، ما باحبش الحاجة تبرد وبعدين نحط ونغرف وكده لأ. هنا بقى كان المحشي أهو لسه طافية عليه حالًا، وحطيت بقى كده في الطبق بتاعنا، وحطيت الملوخية وجبت البطاية بتاعتي كده إيه، إحنا هناكلها كده أنا مش هاحمّرها ولا حاجة، هتتاكل معانا كده على طول. خلّصنا بقى الغدا وجيت هنا بقى إيه جري علشان عايزة أنضّف الحاجات دي. زي ما أنتم شايفين عندنا كرشة وعندنا ممبار، وجايبين طحال وكمان جايبة فِشّة. استنوا بقى فيديو إن شاء الله اللي هينزل لكم تقريبًا ممكن أنزّله بعد الفيديو ده. هاعمل لكم بقى الصينية الحلوة اللي إحنا بنحبها في الأعياد وكده، إن شاء الله هاعملها معاكم وجبنا الطلبات دي كده عشان نعملها مع بعض، تمام. هنا بقى كنت باوريكِ إزاي بانضّف الكرشة بتاعتي. أنا جبت عندي هنا حلة نزلت فيها بشوية كده من ملح الليمون قد مثلًا ربع معلقة أو نُص معلقة صغيرة ملح ليمون، وهانزل عندي بالكرشة بتاعتي في المَيّة. المَيّة ما تغليش معاكِ خالص وما تاخدش أي سخونة، هي بس يا دوب تنمّل، وبعدين تحطي فيها الكرشة وبالضبط دقيقة كده وأنتِ واقفة بتشيلي كده بإيدِك تشوفي الدنيا، لو طلعت معاكِ تمام، وتيجي شايلاها على طول عشان إيه، لو شدِّت معاكِ هتلاقي الكرشة كشِّت منِّك ومش هتعرفي تطلّعي منها الفروة اللي فيها دي خالص، مش هتطلع معاكِ أبدًا. بُصّوا خدت هي دقيقة بالضبط حطيتها وشِلتها، وزي ما أنتم شايفين كده أهو بيطلع معايا بكل سهولة. طبعًا بيبقى في حتّة كده خشنة، بتبقى خشنة أوي دي ما بتطلعش فاهمينّي؟ بتبقى برضه لسه في إيه، سايبة أثر كده، حتى لو شِلتيها كلّها بتبقى سايبة مكانها كده إيه، حتّة سودا كده. بس إحنا المهم إن إحنا إيه، بننضّف إيه، الأغلبية زي باوريكم كده إن هي بإيدي كده وبتطلع. هانضّفها بقى كلّها وأقطّعها وأحطّها برضه في شوية ملح وليمون، وبعدين هنا باوريكم الحتّة دي أهي اللي هي الخشنة دي ما رضيتش تطلع خالص. فنضّفنا كده الأغلبية وكمان كان عندي حتّة فِشّة. آآ غسلتهم بقى كويس وشِلتهم عندي إيه، في الفريزر لحد ما نشوف بقى هنعملهم إمتى إن شاء الله. تمام، هنا بقى الممبار بتاعي جِبته وغسلته كويس أوي من برّه، اللي هي الدهن بتاعه اللي برّه ده غسلته كويس أوي، وبعدين قلبته وقطّعته كده إيه، اللي هو حتت صغيّرة على أساس اللي هو يعني أنا باقطّعه قبل ما أقلبه، فاهميني؟ يعني مش باقلبه كلّه مرّة واحدة وبعدين أقطّع، لأ أنا باقطّع الأول وأقلب، وبعدين أكحت بقى بالسكينة كده زي ما أنتم شايفين وبكل سهولة بيطلع معايا ما فيش مشكلة خالص. هو مُتعب شوية، الحاجات دي بتبقى مُتعبة في إن أنتِ بتبقي عايزة حد يقف جنبِك مثلًا حد معاكِ. وكمان وخصوصًا لو عندِك كمية بتعمليها. أنا كان دول 2 كيلو ما خدتش وقت الحمد لله ونضّفتهم كلّهم، وبعدين نقعتهم كده في شوية ملح، وهنا بقى كنت باشطفهم من الملح. انقعيهم بقى في شوية ملح، انقعيهم في كربونات اللي يعجبك، أنا بالملح شايفين زي الفل. باحط شوية الملح وادعكهم كده كويس أوي، وطبعًا أنا منضّفاها أساسًا أنا كحكاه كلّه بالسكينة مش مخلّية فيه أي حاجة خالص، فبيبقى نضيف معايا جدًا وزي الفل. عايزة أقول لكم إن الممبار ده بالذات والكرشة مش باكلهم من إيد أي حد أبدًا، لازم يكون حد أنا يا إما أنا اللي منضّفاه، يا إما مثلًا حد من اخواتي أنا عارفة إن هو بينضّفه نفس ما أنا بانضّفه، لإن بصراحة الحاجات دي لازم تتنضّف كويس جدًا، وأنا ما مش باخد بتنضيف أي حد غير لمّا يكون نضافتي أنا. بس كده خلّصنا بقى الممبار وبرضه شيلته في الفريزر وشِلت الطحال وشِلت الكرشة، وابتديت بقى هنا كده كان الجو بقى خلاص آخر الليل، وعايزة أقول لكم أنا قُلت لكم إن أنا وقفت في المطبخ اليوم ده كتير جدًا، وكان اليوم كلّه في المَيّة وإن أنتِ بتغسلي في حاجات وبتعملي محشي ومش عارفة إيه، فاليوم كان مُتعب بصراحة. فقُلت كده بقى إيه، كان عندي البطاطا دي، فقُلت أقوم أعملها كده ندفّي البيت وناكل حاجة دافية علشان إيه، الجو برد وكده، وطبعًا بعد يوم مُتعب والكلام ده، فقُلت نعمل حاجة كده دافية لينا إحنا والولاد ياكلوها وندفى بيها. ولعت بقى الفرن بتاعي وحطيت البطاطا، عايزة أقول لكم إنها ما خدتش معايا ربع ساعة في الفرن، لإن هي زي ما أنتم شايفين هي مش كبيرة أوي، هي يعني صغيرة حلوة مش كبيرة، ورفيّعة مش اللي هي الكبيرة خالص، فما خدتش وقت خالص. أنا هي سِبتها كده شوية وبعدين دخلت قلّبتها ورجعت لقيتها تمام وكانت استوت معسّلة كده وجميلة جدًا.
هاطلّعها بقى دلوقتي قدّامكم بعد ما استوت معايا أهو. أنا جِبت بقى الصينية كده وكنت باشيل على أساس أشوف اللي استوى واللي ما استواش، لقيتها كلّها ما شاء الله استوت، حتى الكبيرة دي برضه استوت حلوة جدًا. هي مع السخونة ومع إن هي مش كبيرة أوي، فاستوت معايا بسرعة. طلّعتهم بقى كده دخلنا بقى المطبخ وقُلت كمان نعمل معاهم حاجة حلوة كده نتسلّى خلاص بقى هو النهارده آخر الأسبوع والولاد عندهم أجازة وما فيش صحيان بُكرة بدري، فنقعد بقى نتدفّى وطبعًا زي ما أنتم عارفين الشتا بتحب الأكل والحاجات الدافية والحاجات الحلوة دي، فقُلنا بقى عملنا البطاطا ناخدها جوّه ونعمل معاها كوبايتين سحلب كده حلوين، علشان برضه إيه من ضمن الدفا يعني. عايزة أقول لكم إن أنا وأنا باسجل لكم الفيديو دلوقتي لسه كوباية السحلب في إيدي لسه ما خلصتهاش، قومي بقى كده دفّي بيتِك ودفّي ولادِك واتشجعي كده. عايزة أقول لِك إن إحنا مش سوبر هيرو ولا حاجة، لأ والله كلنا بنتعب في بيوتنا وكلنا بنبقى تعبانين ومش قادرين، بس لازم تقومي ولازم تعملي ولازم تتشجعي علشان ولادِك وبيتِك. عايزة أقول لِك إن أنا اليوم اللي بابقى تعبانة فيه ده ممكن آخُد 2، 3 مُسكِّن، بعدها تفضلي تدهني جسمِك بفولتارين ومش عارفة إيه يعني كُلّنا بنتعب وكُلّنا عندنا ولادنا وكُلّنا لازم نشقى ونتعب عشان عيالنا، لو ما قُمتيش وعملتِ ما حدّش هيعمل حاجة، ما فيش حاجة هتتعمل لوحدها. لازم نتعب ولازم نقوم ولازم نشوف ولادنا ونشوف بيتنا ونشوف مصلحتنا علشان ما حدش هييجي يغيّر لِك حاجة ولا حد هييجي يعمل لِك حاجة. أنتِ السَنَد لنفسِك وأنتِ السَنَد لولادِك وأنتِ السَنَد لجوزِك، أنتِ السَنَد لنفسِك والله ما فيش حد هيسندِك أبدًا. هنا بقى كنا عملنا أهو كوباية السحلب، أنا وريتكم السحلب ده حلو جدًا ومعلقة منه بالضبط بتعمل القوام بتاعه يعني بتخلّيه حلو أوي من غير ما تحطّي أي إضافات تانية. شايفين بقى البطاطا بتاعتنا جميلة إزاي، وهنا السحلب أهو. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم ويكون فدتكم، واستنوا إن شاء الله الفيديو الجديد، وأسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.